بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبنا في كل مكان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة. النهارده ان شاء الله احنا هنعمل معاكم محشي كرنب ومحشي لفت. الورق بتاع اللفت طبعا انا خدت العنق والراس اللفت حدقناه خليناه مع بعض، والورق اهو يا جماعة، هو ده الورق نضفته وعملته. هغسله وهنسلقه مع بعض ميه. اول حاجه ما بنسلقش الحاجات الخضراء الاول عشان الميه بتبقى تلون. دلوقتي الميه ده انا حطيت فيها معلقتين 2 سكر كبار ومعلقه ملح، وهسيبها بقى لحد ايه ما معايا هنا ايه بقى. معايا دلوقتي طماطم وخضره للمحشي، ومعايا ده الكرنب. الكرنب اهون هنسلق بقى، اما الميه تغلي هنسلق الكرنب. دلوقتي ايه الميه ايه سخنت اهي، فانا ايه بسلق بقى الوقت. حطيت شويه ورق كده وغطسهم ودقيقتين كده ايه على الوش التاني، ما بطولش يا جماعه عشان الورق ما يتهرش. اذكركم تاني انا ما كانش متابعني من الاول، انا جبت ميه حطيت فيها معلقتين سكر ومعلقه ملح فقط لا غير. الميه تحس ان هي هتقلب بقى، هتغلي كده مش تغلي لا، يعني سخنت يعني كويس. اروح ايه حاطه الكرنب ودقيقه اهو، اروح قلب. ما بطولش لان الكرنب ايه عشان ايه ما بتحملش. وبعد ما اخلص سلق الكرنب اروح حاطه ورق اللفت برضو دقيقه واحده على الوش ده والوش ده، كل وش ما بياخدش نص دقيقه، واخلص بقى سلق وبعدين اقلب معاكم. البصل الاصفر يا جماعه على ما يكمل الصفار بتاعه، انا مش هحمره قوي، صفار خفيف كده. اكون عملت ايه، اكون ضربت الطماطم عشان احطها كده يا حبايبي. بقى بعد ما خلصت سلق الايه الكرنب الساخن ده السلق اهون، شوفوا محتفظ بالخضار بتاعه جميل ازاي. وعلشان يفضل اخضر زي ما هو كده عملت فيه ايه، بعد ما طلعته الميه السخنه على طول مباشر حطيت تحت الميه الجاريه ميه الحنفيه، عشان يفضل حتى بعد ما يستوي يفضل اخضر كده. ليه؟ لان انا وقفت عمليه التسويه ان انا حطيته في ميه ساقعه على طول. وكده بقى انا قطعت البصل كده يا حبايبي. بقى البصله انا مش هحمرها اكتر من كده. ننزل بالطماطم الطماطم بتاعتها. وده يا جماعه الفلفل الاحمر، دي صلصه الفلفل الاحمر اللي احنا كنا مصورينه معاكم في اوائل الفيديوهات بتاعتنا اهو. ده كيس انا فتحته، ده كان متفرغ هيفك في الصلصه دي، هيخلي الصلصه بتاعتنا تقلب 180 درجه. ومن اقل طماطم هتلاقيها حمراء. ليه؟ لانه جميل. عرفت فايده التفريزات، وما تجيب الحاجه تموسمها وتقليها في غير موسمها تستعمليه. دلوقتي الفلفل الاحمر اولا غالي ومش موجود، انما كان موجود في الصيف. فده كيس انا عملت في كيس صغيره كده، كنت مصلصاه معاكم متسوي جميل. فانا حطيت الكيس في قلب الطماطم. شوفوا هو شفشق الطماطم على الكيس دي تعمل من احلى محشي. انا سمعت تسبك بقى على ما نحكي الرز واغسل الخضره وجاهز حاجتي وارجع لكم كده يا حبايب قلبي. بقى انا بحشي دلوقتي. انا كنت عامله معاكم ورق اللفت وورق ايه الكرنب. وانا كنت لسه مجهزه المحشي ورايحين نحشي. طبعا يا جماعه ضيوف كده بس عرفت ان هما بيحبوا ورق اللفت، فانا ما صورتش بقى اللفت وانا بعمله. وقمت عملت لهم غدا سريع كده. كان برضو هو كان عندنا محشي، عملت لهم اللفت والفراخ بس ما صورتش عشان ما ياخدش وقت، لان الضيوف بقى لازم تجهز اكلك على طول كده. فانا اللفت عملت لهم بألف هنا وشوف على قلوبهم اتغدوا بوه. فبقيت الفيديو بقى يعني انا بكمل معاكم المحشي ده. وعنت بقى ولما عملت اللفت ما عملتش ورق الكرنب بقى لان هم كانوا عايزين ورق لفت، بس عملت حلة لفت محشي. وعنت ورق الكرنب على الشبكة في التلاجة في حاجة يعني في وعاء، وطلعته بعدها بيومين. يعني احنا كده ما كملتش الفيديو في نفس اليوم، احنا كده كنا بعدها بيومين 2. انا كنت حاطه عيناه في التلاجة ما جرالوش حاجه. فقمت بقى نفس الصلصه اللي انا كنت عاملاها معاكم، انا كنت خدت نصها للمحشي اللي انا عملته للضيوف، ونص التاني اهو. شايفين صلصه الفلفل الاحمر لا مفعول السحر مخليه المحشي جميل، دي بفضل التفريزات
والحاجات اللي احنا بنعملها. انا ما كترتش الطماطم، شايفين حتى شفشق واحد طماطم على كيس صلصة الفلفل يخلي المحشي جميل ازاي. انا كده بعدها بيومين جبت فرخة وعملت اكمل الفيديو بقى معاكم، لان كان لسه في مقاطع ما كملتش. فانا بحشي اهون، واما اكمل الحلة محشي هقوم اعلق عليه. ده حبايب قلبي احنا دلوقتي حطيت ميه هي عشان نعلق على الفرخه فيها تتسلق. وبعد ما تتسلق ده المحشي انا خلصته اهون. دي الحله بتاع المحشي بتاعتنا عشان نحط العيد بتاعها ونطبخها معاكم. دلوقتي انا هعمل الميه حطيتها ولعت عليه. هجيب بقى ورق اللورا والفلفل والبصل والطماطم والحاجات اللي انا بحطها في الشوربه، واما تغلي اسقط الفرخه خليكم معايا. كده الفرخه بتاعتي اتسلقت يا جماعه. دي الشوربه بتاعتي اهي، وده المحشي. انا هحط العيد بتاعه، هحطه معاكم. العيد هحطه ازاي؟ بحط طبق كده، ده عشان البنات الصغيره اللي بتخاف من تحط العيد لوحدها. احط الطبق كده واحط الشوربه عليه على اساس الميه تنزل من الدواير والمحشي ما يفكش، لان في بنات صغيره بيقولوا لي المحشي بيفك لما نيجي نحط العود. اولا ما بكونش لافه المحشيه كويس كده، الميه تنزل على الطبق بالراحه، ما بتنزلش مباشر على المحشيايه. لما بتنزل الميه تيجي تنزل كده اهو يا جماعه. بنحط كده الميه بتنزل بقى بالراحه كده اهو. كده مش معنى ان الميه عمت قدامي يبقى كده الحله خدت عقدها، لا، لازم نهزها كده وبالنظر يا جماعه. بتبقى عقله صابع يا دوبك المحشي يتغطى واهز اهو. المحشي بيشرب عامل زي البسبوسه ازاي بيشرب. وبعدين انت من خلال طبيخك للرز بتعرفي الرز ده بيشرب ولا لا. واجيب معلقه وانزل واحطها في النص هنا افتح. انا هجيب معلقه الوقت واحطها من النص من هنا يا جماعه، على اساس الميه دي تنزل تحت، واروح مولعه عليه بقى كده. انا هولع احمر الفرخه بتاعتنا والمحشي بتاعنا بيستوي. الفرخه هحمرها وارجع لها يا جماعه. انا جبت معلقه اهو، انا فاتحه من النص كده اهو. شربت الميه ازاي كده. المحشي بتاعي يبقى طالع بقى، ضمنت تسويته من اول صابع لاخر صابع. وراح حتى كمان كبشه لان هو كده كمان عايز، بس هو كده اتغطى كده العيد بتاعه مظبوط. اهم حاجه الغطا يكون قد يعني غطا الحله مش غطا تاني، لان الرز من الحاجات اللي بتحتاج غطا مباشر. غطاها بالظبط علشان ما يبقاش طري ولا مديله يبقى مستوي حلو كده. حبايب المحشي بتاعنا اهو على البوتاجاز. الفرخه بتتحمر اهي، نحمر الفرخه بتاعتنا. وبعدين انا دلوقتي هوطي عليه ونقول على العين الصغيره يتردد، وبعد ما يستوي هنغرف مع بعض. اتفضلوا معانا. قلت انا اشتغلنا لكم، يا ريت قبل ما وليت امرا اللي ما اشتركش في قناتنا يشترك ويفعل زر الجرس يوصلوا كل جديد باذن الله. خلصنا خلاص. دلوقتي المحشي استوى. غرفت محشي وغرفت شوربه وحمرت الفراخ، ودي طبق محشي كمان اهون. وده كان فيديونا النهارده. عملنا سلقنا فراخ، عملنا معاكم محشي من الاول للاخر. وده كان فيديونا النهارده يا جماعه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت اللي يعجبه الفيديوهات بتاعتنا ما ينسناش بالدعم واللايك والاشتراك. يوصلوا كل جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والى اللقاء في فيديو جديد باذن الله.